شوربة الدجاج أو الشوربة البيضاء، هالشوربة غير شكل برمضان. بدي أحط بالطنجرة شوية زيت. عندي تقريبا نص صدر دجاج قطعتهم شوي صغير. هلا رح احمصهم بالزيت لحتى يستووا تماما. بعد ما استوى الدجاج هلا بدي شيل الدجاج على جنب. هلا بدي اضيف قطعة زبدة، وبدي اضيف بصل مقطعة وفصين توم. بعد ما يستوي البصل والثوم بنضيف ملعقة كبيرة طحين، بنحمصها مع البصل والثوم. رح اضيف هلا كاسة كبيرة مرقة دجاج، فيكم تحطوا مي عادي. وراح اضيف نص كاسة كريمة طبخ ونص كاسة حليب، فيكم تضيفوا كل الكمية حليب. هلا رح اضيف البهارات. هالاكله ما بدها كثير بهارات، رح اضيف لها ملح وشويه زنجبيل وفلفل ابيض، مو اكثر من هيك. هلا رح اضيف فوقهم اختياري طبعا، مكون من عندي انا، بس انا كثير بحب طعمته مع شوربه الدجاج، شويه صويا صوص تقريبا شي ملعقه كبيره. وصار وقت نعم الشوربه. بعد ما نعمت الشوربه رح رجع الدجاج لقلبها. اترك الدجاج مع الشوربة على نار هادية حتى يتنكه الدجاج بكل النكهات الموجودة. إذا حسيتوا الشوربة بلشت تنشف أو كتير جامدة، رجعوا ضيفوا لها شوية مي. وهي شوربة الدجاج صارت جاهزة عندي. هلا رح أسكبها. بسم الله. هي من الشوربات المفضلة عندي، لازم تجربوها وبهالطريقة. صحتين وعافية.